أرق من النسيم اللي عامل على اسمها الديوان بتاعي أرق من النسيم. قصيدة بقول فيها: يا أرق من النسيم وأغلى من الهوى، قلبك لو بات حزين ده أنا قلبي بيتكوى، دي العيشة بتبقى جحيم وبدور على الدوا. يمو النظرة البريئة ويمو الضحكة الرقيقة، ب100 مليون طريقة بقولك ده انت الهوى وانت الدوا. سيبك من الدنيا كلها وتعال نتكلم سوا. سيبك من الدنيا باللي فيها، ده انا عشت سنين بطول لياليها، كلمة بحبك مش عارف اوصف معانيها. عارفة رغم ما عدى العمر وفات، وبعد ما تعب القلب اهات، عاوز اقولك من سكات والله حبي ليكي خلاني اصنع معجزات، لان جوايا ليكي حاجات مش عارف اوصف معانيها. يا ست البنات، يا قلب نضيف وطاهر ما يعرفش المظاهر، عيشي بقلبك عيشي بقلبك ما تخافيش، ده كلام الناس ما يسويش. قلبي وقلبك يعيش في عذاب وعتاب، احساس كذاب مبني على غدر الصحاب. يا اجمل ذكرياتي وارق حاجه في حياتي، تملي وانا وياكي عارف احساس هواكي، ده انت روحي واكتر يا ملاكي. ده كلام الناس كتير وانا قلبي حب الضمير، ويا رب في نهايه المصير اصحى على الوش السمح الجميل. ويا رب في نهايه المصير اصحى على الوش السمح الجميل. شكرا. شكرا، واسعدني اللقاء بالشعراء الجمال والاحساس الجميل. ربنا يخليك. وان شاء الله نلتقي بكم في مرات تانية وحلقات تانية يكون نفس الاحساس الجميل، ويكون شعر بقى فيه سعادة وحب كده وحاجة جديدة. أسعدني لقائي بضيوفي النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله من برنامج نجوم المستقبل على شاشات الABC العربية.